جماعة الخير، انتوا فاكرين توفيق عكاشة لما قال ان بعد 10 سنين ستملك بني اسرائيل مصر وما عليها؟ فاكرين الجملة دي؟ ارجعوا كده لتوفيق عكاشة وبدون نقطة دم. وده بالفعل حدث دلوقتي بقى بيحصل. الامارات اشترت البلد، الامارات بتاخد البلد لاسرائيل وتسنين القوانين، وقالوا البضاعة هتتم بشكل رسمي، بيع بشكل رسمي. طلع البرلمان طلع قانون من حق الاجانب امتلاك في شبه جزيرة سيناء وفي الاراضي الصحراوية. كل حاجة مترتب لها، كل حاجة مترتب لها. يعني من الاخر كده هم بيحطوا البرلمان وبيحطوا البطايق ويلم التوكيلات ويعمل لنا توكيلات. السيسي ما كانش محتاج توكيلات اصلا في الانتخابات الاخيره دي، لان هو كده كده مع اعضاء مجلس الشعب، بس فضل يجمعوا بالتوكيلات بطريقه عبيطه وبفلوس وبتاع. قال لك 21 مليون توكيل اتعمل للرئيس. هو بيحط بس، فاكرين فيلم الموجود المصري بتاع عسل بتاع اسمه ايه؟ صرخة نملة. قال له يا كمال الحكومه بتحط بصمات الشعب على السكينه اللي بتذبحنا بيها يا جوده. فاحنا كده بصمات الشعب موجوده على اي قرار بيتاخد، على بيع البلد، على وبقول لك بقى حق ايه؟ حق استنفاع او استثمار. الاستثمار ده ل 90 سنه ل 2050 يكون احنا الجيل اللي عايش ده هيحضر 2050. ده احنا نقعد معانا كمان لاخر السنه يبقى خلاص احنا روحنا بتطلع. انت خليت الشباب اللي عنده 20 سنه بيقول يا رب خدنا عشان ارتاح. انت متخيل كميه الاحباط اللي بقت في الشباب بسببك من ساعه ما شفناك؟ يعني كميه احباط بقت رهيبه. يا عيني معاه 200 300 الف يحاول يطلع بره مصر او ما معهوش بقى، فبقى يقول لك احنا عايشين يومنا، ما بيبصش لبكره. انت وصلتنا لمرحله اقسم بالله العلي العظيم. يعني شعب غزه او عارف ان هو بينول الشهاده، عارف ان هو بينول الشهاده اخيرا، ان هو بينول شهاده. انما شعب مصر ده كفران دنيا وهيخسر الاخره بسبب يعني ايه؟ بسبب ان هو يخرج عن دينه اصلا في الدنيا. فلا طايل الدنيا ولا طايل الاخره بسببك. خليتنا كلنا بقينا محبطين. محدش بس بكره فعلا، بكره اللي هو الحد محدش شايفه. احنا شايفين ان عايزين عمالين نقول يا رب نعدي السبت على خير. متجوز بقى، عازب، شاب، عجوز، ست، بنت، كله بقى محبط. والدليل ان انت افلست. انت بتبيع البلد. انت عارف يعني ايه؟ ناس تقول لك في بقى ما انت بتلعب بالفئه الجهله، جهل تسد. الفئه اللي هي تقول لك ايه يا عم احنا مالنا، احنا يعني شفنا ايه من طيران وصنافير ولا هنعمل ايه براس الحكمه، المهم ان الدنيا تنزل شويه والاسعار ترخص شويه. ده جهل. دي بلد بتتباع. انا مش عارف الجيش ايه الوطني اللي ساكت على كده، الجيش ايه اللي اقسم على حفاظه للبلد وان عرى عن مصالح الشعب رعايه كامله. الجيش ايه اللي بيقسم على قسم باطل ده؟ مش عارف انا والله. احنا مرتزقه، الجيش بتاعنا بقى مرتزقه ولا ايه؟ طيب يا جماعه فهمونا. طيب هي دي العقيده اللي انتوا بتحلفوا عليها يا قاده يا فندم؟ دي العقيده اللي احنا كنا بندي سعادتك التمام عليها؟ منكم لله.